عاطر منه الأكوان وأراسله وأجوده وأروي منه الظمآن أبتي علمني القرآن لأعاطر منه الأكوان وأراسله وأجوده وأروي منه الظمآن بتلاوته روحي تسمو بتدبره عقلي ينمو بتلاوته روحي تسمو طيب دعني أبا محمد يعني أسألك عن المشاركات القرآنية التي شارك فيها ابنك محمد سواء في داخل الجزائر أو بخارج البلد. نعم، نحن عندنا تعقد الكثير أو العشرات من ملتقيات القرآن الكريم في شكل أسبوع وطني للقرآن الكريم وبعض الأسابيع الدولية. أنا ولله الحمد والمنة ربي وفقني باش أنتقل من ولايتي إلى ولاية أخرى، وعند هذه البداية كنت أبحث له عن فرصة، لأننا لابد أن هذه الطاقة تستثمر وتفجر أو شيء، أو ماذا أقول، لازم يقدم نفسه، لازم الناس تعرف. ولله الحمد لله محمد الإسلام عنده موقع في الإنترنت في أجمل مقاطع تاع اليوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي. صاروا عندما يكون ملتقى يبعثوا له، يتصلوا بنا، وبالتالي كل ملتقى يبداه العام الجاي ثاني العام القادم يبعثوا له. هو هذه الفرصة علينا بان نجدوا المادة تاعتنا، لأنك تروح الملتقى في نفس الولاية جدد، إذا كان ولاية مختلفة ترجع في نفس الطاقة، نفس المحاضرة أو شيء هذا كين. هذه ساعدتنا في الاهتمام بالقرآن الكريم، رغم أن كما قلت لكم عندنا جمعيات كثيرة تهتم بهذا في الجامعة. في عندنا الاتحاد العام للطلاب الحر جزاهم الله خير، دائما يبحثوا على المستوى الوطني في كل جامعة، صار معروفا عندهم، الناس يتكلمون عن محمد الإسلام، يا ريت يجينا ضيف شرف نختار له يوم في الأسبوع أو يوم أو ربما في كل 15 يوم عنده ملتقى ما شاء الله، نأخذوه يومين، نتكبد وعثاء السفر، ما عندنا سيارة، ما نطلبوا مطالب، ولكن فقط أنه محمد الإسلام أنه يخرج هذيك الطاقة نتاعو. هذه هنا ربما نقطة متميزة. الكثير من الناس عندهم إمكانيات ضخمة عند الأولاد تاعهم، ولكن شوية نقص في الاهتمام هذاك. بالنسبة للجمعيات، جمعية الإرشاد والإصلاح الوطنية ما شاء الله هي تهتم دائما تأتي محمد الإسلام ليحفز لها الصغار والكبار، لأنهم عندهم مشكلة دائما في ربما في العالم كامل عندهم مشكلة كيف نسرع التحفيظ أو كيف ننوع الثقافة. هذه ربما وفقنا سبحانه وتعالى، وسنقدمها قريبا في كتاب أو شيء من هذا. ما شاء الله. طيب محمد، كيف تجد المشاركات اللي شاركت فيها وأثرها عليك؟ الحمد لله، هي تكون إيجابية وتكون كحافز وكخبرات. يعني لما ندير مثلا 10 مشاركات نسمع شيء من المشاركات، تكون عندك خبرة من الأولى في الإلقاء وفي الكلام وفي الحوار وهكذا، وأيضا معارف أكثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. طيب، بالنسبة للجانب المشاركات الثقافية، قبل قليل ذكرت المشاركات غالبا تكون قرآنية. طيب، هو له مشاركات أخرى ثقافية ووطنية؟ نعم، هو الناس دائما لا تهتم بالقرآن وحده فقط، نعم. ولكن على هامشه نقدموا أشياء كثيرة، لأن القرآن الكريم لو ما هو مقطع في أي مشاركة، هو إذا كان فيها دراسة أو شيء هذا. ولكن مثلا في الجامعات دائما يديروا مثلا عيد العلم، عندنا مثلا عيد العلم، يحاولوا باش يستفيدوا من محمد الإسلام من التجربة تاعو كاملة، نعطوهم مقاطع فيديو مثلا، في نفس الوقت يتكلم عن العلم، يتكلم عن الأم، يتكلم عن الأعياد الوطنية والمناسبات الوطنية. هذيك راه فيها رصيد ثاني، ربما هذاك يستفيدوا الطلبة الجامعيين غالبا، والأولاد يقعدوا حاضرين، والناس تحب محمد الإسلام على الأقل من جاب وإن كان انبهار أولا ما شاء الله. ويكلمونها ويتكلمون عن معجزة. أنا لا أحب هذه الكلمة كثيرا، لأن معجزة وكأنك أغلقت شيئا وكأنه نزل من السماء هكذا. فقط نتكلم عن أنه إمكانية أي أسرة، أي واحد يقدر يربي ابنه، فقط يجتهد معه. إذا كان بقي تعلم ابنك القرآن، احفظ القرآن معه عادي، تعلموا لغة واحدة. وهذه اللي كنا نتكلم فيها خارج الحلقة، التراكم والاستمرارية. الناس يقول لك كيفاش حفظ 3000 بيت؟ يا أخي 3000 بيت قسمها على 10 سنوات، وشوف شحال يطيح، هذا بيت أو بيتين في اليوم. احنا في ربما أسبوع نحفظ قصيدة في أسبوع كامل. قليل دائم. هذه المنطق. ربما مثلا احنا ما شاء الله استاذنا واتصلنا بك قبل ما نجي، فكرنا بأننا ممكن نحلم بأننا نشوف هذا اللقاء مثلا. لما لا نراجع مثلا البيقونية، بعض المتون، وهذه عدد المتون، هذه شيء جديد عن الثقافة الأدبية. هذه الثقافة الأدبية ربما نجعلها عن عجل الجانب العلمي الشرعي. إيه نعم، هذاك ثقافة أدبية متنوعة تساعدنا حتى مع العجائز والشيوخ يحفظون مثلا الشعب الجزائري. نعم. ربما يعطيك مثلا مقطع منه تشوفوا تسمعوا بالشعر الشعب الجزائري هو أقرب إلى الفصحى، ويتكلم عن العلم مثلا. العلم يسهديك بأسرار الدنيا، وانت بيه تفسر الدنيا للناس. العلم يوريك كل المخفية، ويوريك الصالحة واللي تتقاس، والجهل يهد القصور المبنية، والعلم يعليك شر ما ليها أساس. الجاهل يهداك حاصل في الوطية، والعالم يديك للقمر حواس. العالم في الراس داير ضوايا، والجاهل في الكر داير قلب وراس. العالم لا ما تبكيه الدنيا، ويبقى علمه فائدة لجميع الناس. والجاهل لا ما تجيفها مرمية، عاش بهيم ومات وتفناه خلاص. الكفرة بالعلم وصلوا في الدنيا، وبالجهل وصلنا الفتنة والتهراس. احرص واقرا لا تفرط في حية، ومول الفضة ما يبدلها بنحاس. واسهر باش تنال ورث الأنبياء، بالورث اللي ما يبور وما يبخاص. وإذا بيك إلا الكسرى والدنيا، حتى الثعلب في الخلارة هلبة. ما شاء الله، العفو ضافوك. ما شاء الله. في كلمات جديدة. حتى احنا عندنا في الجزائر الشباب لا يعرفون الأدب الشعبي، بينما العجائز والشيوخ يفهمونه على السليق. الجيل السابق لكن في كل المناسبات، سواء في الأعراس أو حتى في المآتم، على هامشها يتكلموا على الأدب الشعبي. لكن يحبون أن يسمعوا القديم، الناس دائما تحب القديم. صحيح. وبالتالي قلنا لما لا نستفيد من هذه الثروة اللغوية الموجودة في الأدب الشعبي. في نفس الوقت هي طريقة تعليمية عن طريق السمع، والناس تعشق الماضي، هذا أعمق الماضي يستهويهم. وبالتالي هذا الأدب الشعبي هو جانب من الأدب الشعر الفصيح. الشعر الفصيح يستعمله، والأدب الشعبي حتى يدرس في الجامعات، ولكن وكأنه شبه اندثر، لأننا المنقول الصوتي
ناقص شوية. جميل، بارك الله فيك. طيب نختم الجانب الثقافي بقصيدة عن القرآن الكريم. هذه قصيدة للشاعر أحمد محمد الصديق من فلسطين وهو مقيم في قطر، بعنوان تلوت كتاب الله. تلوت كتاب الله فانقشع الهم، تلوت كتاب الله فانقشع الهم، وأينعت الآمال وانقدح العزم. هو الحق معراج الهداية والتقى، تجل به البشرى وفيه المنى تسمو. هو الروح إذ يسري بأوصال أمة، فأيامها عز وراياتها شم. تمر الليالي وهو يزداد جدة، ولا ينقضي منه النور والعلم. ولا يستساق العيش إلا بظله، ولا العدل إلا في مغالفه ينمو. ومن أفقه شمس الحضارة أشرقت، وساد به الإيمان والأمن والسلم. ولو علمت سر التقدم أمتي، لقامت به طوعا تأم وتتم. ما شاء الله، صح لسانك، بارك الله فيك. أحيي جميع أطفال الجزائر وكذا جميع الأطفال عبر العالم، خصوصا إخواننا الأطفال في فلسطين وسوريا والصومال والعراق والصحراء الغربية وميانمار والشيشان، ونتمنى لهم حياة طفولية سعيدة آمنة حرة ومستقرة. أخي محمد، نحن سعيدون ومسرورون بهذا اللقاء، ولي أن أسألك سؤالا، يعني هل لديك شخصيات أثرت في حياتك؟ يعني أنت الآن ما شاء الله نموذج رائع، هل أنت يعني لديك نماذج تحب أن تصل إلى مستواها؟ والله في كثير من الأشخاص، يعني في المجال القرآني أتمنى أن أكون مثل الشيخ الحصري رحمة الله عليه، وفي المجال الفكري والأدبي أتمنى أن أكون مثل الإمام عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه كذلك. وكذلك المفكر العالمي مالك بن نبي رحمة الله عليه، والكثير منهم يعني. ما شاء الله. طيب هل لديك طموحات؟ يعني السؤال هذا قد يكون يعني متقدم، لكن هل لديك طموحات تحب أن تصل إليها في المستقبل؟ كل واحد عنده يعني في مجال التنمية البشرية نقولوا أنه هذا التخطيط الاستراتيجي. نعم. التخطيط الاستراتيجي الشخصي. ونشكر بالمناسبة الشيخ الأستاذ إبراهيم جعامات اللي دربني على كيف أرتب خطة شخصية نطبقها من خلال يعني 6 أشهر، سنة، سنوات، يعني تمشي مراحل. نعم مراحل، وكل واحدة كل جانب له أهداف، ثم تتحول هي تكون حلم، ثم يتحول إلى هدف، وكيف تنفذ هذا الهدف. يعني كان عندي أولهم أني أكون إمام في مسجد الجزائر الأعظم، واللي أكبر منها أني أكون إن شاء الله عالما ربانيا مسلما حاملا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن لو نبدأ من آخر، يعني يجب أن تكون أولا حافظ القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تتحصل على يعني العلم الشرعي وتأخذه بإتقان وهكذا، ثم بعد ذلك تحصل على شهادة في العلم الشرعي وهكذا، بعد ذلك على شهادة جامعية ماجستير دكتوراه، حتى تصل إلى أن تكون عالم. يعني أنت ترى أن القرآن الكريم من ناحية الحفظ والإجازة نعم فقط لا تكفي، لابد من العلم الشرعية معه. نعم، أحسنت. طيب الآن نأتي لتساؤل، وتحب تضيف شيء؟ تفضل. التنمية البشرية التنمية البشرية. نعم الحمد لله أنا مدرب تنمية بشرية مختص في الاستراتيجيات الحديثة لحفظ القرآن الكريم، وتحصلت عليها من مركز الذكاء الجزائري
ما شاء الله. وأيضا معتمدة هي من الأكاديمية العربية العالمية للتدريب والتطوير، والحمد لله ساعدتني أيضا هي في حفظ القرآن الكريم. يعني أنت الآن مدرب ما شاء الله. الحمد لله. طيب، وما هي أبرز الدورات التي حضرتها؟ من أبرز الدورات هي دورة التخطيط الاستراتيجي، دورة نجاح في حفظ القرآن الكريم مع الدكتور أمين فركول، دورة الذاكرة وأسرار الذاكرة وتمارين الذاكرة مع الدكتور رياض بن صوشة، ويعني ودورات أخرى في القراءة السريعة وفي الخريطة الذهنية وفي التفوق الدراسي كذلك. ما شاء الله تبارك الله. طيب، ونحن على وشك الختام، يعني لعلنا نسأل بخصوص الحادثة التي مرت بالابن محمد والتي آلمت كثيرا من المحبين وكانت في شهر رجب، تقريبا شهر رجب 1435 للهجرة، وهي حادثة العمى. أصيب الابن محمد وابتلاه الله تعالى بالعمى. ممكن تروي لنا هذه الحادثة وبداياتها؟ نعم، ربما كانت هذه أسوأ حادث. هو ليس حادث، ولكن هي عارض، ربما يكون عارض. فقط محمد إسلام بين يوم أو في ظرف أسبوع دارت عينه القرنية، دارت في زاوية معينة، صار لا يستطيع أن يفتح عينيه. عندما يفتح عينيه يتعب، يجيه ألم في الرأس تاعه. هذاك الألم كان مبرح كثيرا ويتألم عنه كثيرا. أخذناه الأطباء حتى مختصين وحتى الأحسن الأطباء في الجزائر كاملة، وانتقلنا إلى تونس كذلك لنتساءل ما سبب هذا الألم. فقط نحن راضون بقضاء الله في الأسرة وفي المحبين وذلك. فقط بعض الإخوة جزاهم الله خيرا على الدعاء والمتابعة، والإخوة ثاني جزاهم الله خيرا وهدانا جميعا، أنهم قالوا لي أنت السبب، أنت الذي تبرز ابنك في أمام الناس وتأتي له بالشبهات وكذا. والله يعلم أن هذه رسالة، وعندها كما يقول ضريبة النجاح وضريبة أن تقدم شيئا لهذا المجتمع. فقط كنا نفعل في الدنيا أننا نقوم بالأسباب. ذهبنا لأحسن الأطباء عندما تأكدنا أنه ليس مرض في رأسه، فقط ناتج عن الصورة ليست واضحة بالنسبة عندما يفتح عينيه الاثنين، يتعب شوية، يتعب المخ تاعه شوية. فقط في المركز الشبكي الناس يقولوا لا، هذا الطفل يحفظ كثيرا فتعب. كل واحد يقول كذا. إيه، صار حديثا عندما كتب في الجرائد وكذا. هو كان ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء البسيط، والله سبحانه وتعالى غني عن عذابه. وكان يذكر الله صباح مساء، وكان يقرأ القرآن ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويرتقي بالرقية. ولكن ربما هذه مدة أسبوع أو شهر، لكن كانت فيها كثير. بعد هذا الحادث وبعد الأسباب قدمنا سبب الله سبحانه وتعالى، ملفه إلى الله وفوضنا أمر الله سبحانه وتعالى. وكنت أرى في ذاتي أنه سيبرأ بالقرآن الكريم. لو عاد ختم القرآن الكريم سيبرأ. كأن كل الأطباء يقولوا السؤال أو الاحتمال الأخير وهو الاحتمال البسيط، دعه يرتاح، وكأنه في عمل. معليش، تركناه في جو جميل جدا أمام البحر عند عائلة ما شاء الله، عائلة الشيخ وليد جزاهم الله خيرا. كان يقرأ القرآن ويعيش حياته طبيعي ويدير دروس في المسجد، ولكن بعيد عن مدينتنا. بعد وكنت أتواصل معه يوميا أو يوم بعد يوم. في يوم من الأيام قال لي أبي سأخبرك بسر، ربما سأنشره لي هذه أول مرة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وكلمه وقال له أشياء، ربما فقط أنه أصبح معافا. وقال لي أنا أحسن من الأول. أنا كان عندنا لقاء في برنامج تلفزيوني يسجل حلقة اسمها تاج الوقار، الحلقة الأخيرة في بداية رمضان. كان لا يستطيع أن يرى المصحف ويتعب كثيرا عندما يفتح المصحف، لدرجة أنه المسابقة تعتمد أنه يقرأ من قوله تعالى
تعبت تقول أقرأ من ما أحفظ مسابقة نظر. مسابقة أقرأ من قوله تعالى وافتح المصحف. مشكلته أنه عندما يفتح الصفحة حدثت المشكلة. من باختصار في آخر رمضان جاءهم وكان شخص ثاني سبحان الله، وهذا بفضل القرآن الكريم وفضل دعوات الصالحين الذين تضامنوا معه عبر العالم. الحمد لله. ولأنه كان يلتقي مع كثير من طلبة العلم، لكن كل واحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر هذا الخبر أن محمد إسلام تعرض لي ويمكن فقد في بصره، وليس أعمى نهائي، ولكن فقط الإعلام ضخم هذه النقطة. يعني لا يستطيع الاستفادة طبيعيا من العين، يعني لكن ليس عمى كامل. إيه، هو إحنا في أول وأخيرا نحن راضون بحكم الله حتى ولو وصل بالأعمى. الكثير من الأطفال عندنا في أي مكان، ولكن هو كاش ألم، المشكلة في الألم. والحمد لله لما رجع أنا والله لا أصدق، يعني التقيت معه في العاصمة، هو جاء من المدينة وكان في العاصمة. أحسست بأن ابني وابنكم ولد من جديد، وهذا أصبح من الماضي. حتى بعض الناس وهذه للأسف الشديد يقولوا لي هل الآن قبل أسبوع يسألوني هل محمد الإسلام شوفية؟ نقول له هو أمامك ما شاء الله. وأمامك، ولقد أكرمه الله سبحانه. في واحد وهذه ربما فائدة التاريخ أذكرها، شيخ جزاه الله خيرا قال لي ربما هذا ابتلاء لمكانة أخرى، وهذه ربما يعرفها المختصين، أو ربما الله سبحانه وتعالى يبتليه يرفعه من قدره إن شاء الله جل وعلا. وهذه الكرامة اللي هي العمرة هي أجمل رحلة بعد كل هذا العذاب والمعاناة، ولكن أنه الإنسان يتوازن في حياته الروحية، وهذا جانب من جوانبه، وكان هدف من الهدف تاعنا إن شاء الله. ما شاء الله. طيب دعنا نسأل محمد، بس نختم هذا الموضوع، كيف وجدت هذا الابتلاء؟ ولو تحدثنا بعد ذلك عن الرؤية التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والله هي الحمد لله راضون بقضاء الله وقدره، والحمد لله. أنا كنت عارف لأنه في جهتنا يعني الناس شوية يؤمنون بالعين أكثر من لأنه يقال مثال الناس تؤمن بأن العين حق أكثر من إيمانها بأن الله خير الحافظين. هي آية. والحمد لله، يعني الحمد لله يا ربي أني شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكلمني، والحمد لله. نقول الحمد لله أول وآخر. إيش قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أوصاني بالقرآن الكريم. أوصاك بالقرآن؟ ما شاء الله. هنيئا لك هذه النعمة، أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. نسأل الله أن يكرمنا. وهذا من حبه، لأنه تربى على حب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنني قبل وأنا حفظت صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. وقلت لنا مقطع سريع ومتعلق بالرسول. إيه، لأن هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبه. قلت في يوم الأيام ربما ترى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها لازم تعرف مواصفاته. اللهم صل. ما رأيت من ذي نمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، مربوع القامة أبيض اللون جميل الصورة وفصيح الكلام، كاملا في ذاته مكملا في أوصافه، ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام، عظيم الرأس أسود الشعر تتيه في محاسنه العقول الذكية وتتحير في كمال جباله الأفهام، قمري الجبين حواجبه هلالية، كحيل الطرف أهدب العينين وظريف القوام، منير الساقين ظريف الكعبين، أعطافه سراجية، وإذا نامت عيناه قلبه الشريف لا ينام، عطوف رؤوف رحيم كريم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أحسنت ما شاء الله تبارك الله. طيب أخي أبا محمد، كيف تجد ابنك محمد وهذه رؤيتك ورؤية الأسرة الكريمة، وهل أنتم راضون عما وصل إليه؟ والله إننا نتعب يوميا.
عندما ليس المشكلة في النجاح، المشكلة كيف تحافظ على النجاح. الناس يقولون أن محمد الإسلام سيكون كذا وسيكون كذا. بإذن الله نحن نشتغل يوميا ما شاء الله. يوميا، أولا لنحذر له ودائما نعبد له الطريق قبله لنمهد له الطريق، وفي النقطة الثانية نحافظ على النجاح، وبالتالي لازم نعطي له أشياء ترضيه، مثلا قناعات، لأنه الطفل هو مو الشجرة، الطفل له عواطف. ممكن تتكلم في حاجة هو في ذهنه أشياء كثيرة. ممكن هو أنا أطلب منه شيئا مثلا في التخصص وهو يميل إلى شيء آخر. هذاك التوازن هذا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى على الأقل الإخلاص والصدق والمواصلة، وأن يعيننا على المواصلة، لأن هذه أشق حاجة في المواصلات. أسأل الله يتمم لكم بخير. يعني في ختام هذه الحلقة كلمة توجهها للمشاهدين. والله الكلام هو موجه للأسر: اعتنوا بأولادكم، ليكن إذا أحببتم هذا محمد إسلام ابنكم فليكن محمد إسلام في كل بيت، وهذه أمنية. أنا أتمنى أن يكون عندنا أكثر من مليون محمد إسلام في أمتنا. وهو طفل عادي كما قلت في المقدمة، طفل عادي وجد ظروفا، لنشتغل في الظروف. لماذا نترك الأطفال هملا ثم نطلب منهم نرجو منهم أشياء أكثر من طاقتهم؟ وهذه شيء طبيعي جدا في مسيرة الحياة. ربما لو كان عندنا في كل أسرة فيها 4 أفراد نتكون واحد لنفتخر به عند النبي صلى الله عليه وسلم، واحد فقط. الله يبارك، احنا أمتنا الإسلامية كبيرة جدا، وعندنا المشكلة هذه النوابغ قليلون جدا، حتى في الجزائر أو في أي مكان. أتمنى بالأسر هي اللي تبدأ العملية فقط، ثم تأتي الهيئات، ثم تأتي الدولة، ثم تأتي مشاعر الأمة بس يحموا هذا المنتوج الذي تعب عليه. وربما نسمع عنهم أن هذا الطفل الذي معجزة صار رجلا عاديا. هذه هي الإشكال. نعم، أحسنتم. يعني أنت تحب أن تبين مثل للمشاهدين والمحبين أن الغرض من إظهار هذه الموهبة ليس مجرد الشهرة أو حب الظهور عند الناس، وإنما أن تريد أن تريهم نموذجا بإمكانهم أن يعني يصنعوا مثله وأفضل. الله يعلم أن هذا هو الحق. يعني أنا أتقطع عندما يتألم ابني، وأتمنى له الصحة والعافية وأن يبقى في البيت. حتى أمه تقول هذا، ولكن هذا الدين له ضريبة، الدين له ضريبة والعلم عنده ضريبة، ولكن الله سبحانه وتعالى في الأخير سيمتعنا وسيعطينا أكثر من نتمنى إن شاء الله. بلغنا الله وإياكم كل خير. محمد إسلام، كلمة أخيرة. والله ننصح جميع الأولاد بتعلم العلم والعمل به والتخلق بالأخلاق الحميدة، فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ممكن كلمة يقولها نيابة عني للأولياء، ولكن في وصايا. وكما أقول للأولياء: الوصايا 10 في تربية الأبناء. أولا، لا تشغل نفسك بتحقيق طموحاتك وتنسى مشاكل أبنائك. ثانيا، لا تترك مسؤولية التربية على عاتق زوجتك وحدها. ثالثا، حاول أن تقضي وقتا كافيا مع أبنائك تعيش معهم أحاسيسهم ومشاكلهم. رابعا، تذكر حين توبخ ابنك أن تشعره بأنك تحبه، ولكن لا تحب سلوكه فقط، وكلما أحب أطفالك أنفسهم حاولوا تطوير سلوكهم إلى الأفضل. خامسا، على الآباء أن يتعلموا الإصغاء إلى أبنائهم كي يتعلم الأبناء كيف يصغون إلى آبائهم. سادسا، حاول تنمية الإحساس بالنجاح في نفوس أبنائك منذ الصغر، واجعلهم يلتفتون إلى تصرفاتهم الحسنة، وامدحهم عندما يتصرفون بشكل جيد. سابعا، شجع أولادك على أن يكونوا صادقين معك. ثامنا، عندما تكون في البيت حاول ألا تفكر إلا في شؤون بيتك وأبنائك، وعندما تكون في العمل فكر فقط في عملك. تاسعا، إذا رأيت طفلك متمردا عليك فاسأل نفسك:
هل حضنت طفلك ذلك اليوم؟ 10. اتبع أسلوب الدقيقة الواحدة في حياتك مع أبنائك، فالتأديب بدقيقة والمديح بدقيقة، ولكنها حقا دقيقة مصنعة. ما شاء الله تبارك الله. الدكتور عملوا بالإسلام. هذا نظامكم في البيت. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. يعني بصراحة هذه حلقة حافلة ورائعة جدا. ختام هذه الحلقة الأخ محمد إسلام أحب أن يشارك بحديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل منه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهدي لكم أيها الأحبة الكرام حديثا نبويا شريفا تسمعونه بالإسناد ليكون لكم صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الحديث قالوا: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحدثكم وأنا محمد إسلام شاشي الجزائري بما حدثني به الشيخ محمد الحسن بن محمد الدد الشنقيطي عن جده الشيخ محمد علي بن عبد الودود عن يحظيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي الإمام السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجدي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفرضري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال في صحيحه وهذا أول ثلاثياته: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وفي والدك وأهل بيتك. وهكذا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم في ختام هذه الحلقة المباركة من برنامج عطاء بلا حدود، واستضفنا فيه النابغة محمد إسلام شاشي من دولة الجزائر. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم واستماعكم.